الأسرة ومشكلات الأسرة، وهنتكلم عن النفقة، وهنتكلم عن التداعيات، وبعد كده بعد النفقة اللي بيحصل بس في حلقات مختلفة. وبنستضيف في حلقتنا النهارده الأستاذ ناصر زكي. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. المحامي بالنقد والإدارية العليا، وهنتكلم عن النفقة الزوجية. ازي حضرتك يا أستاذ ناصر؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك فندم. عايزين نعرف النفقة الزوجية، ايه سبب وجوب النفقة الزوجية؟ سبب وجوب النفقة الزوجية تكون في علاقة زوجية قائمة بموجب عقد شرعي صحيح تمام. وموثق. يكون الزوجة في طاعة زوجها وبيكون بيمتنع عن الإنفاق عنها. تمام. ده وجوب النفقة. تمام. طيب هل يسقط حق النفقة في المطالبة بدين النفقة نفسه؟ حق النفقة يسقط بوجوب النفقة، يعني مثلا لو هو في دين نفقة عليه، تمام، مع الوقت بيسقط لو هو لا، دين النفقة لا يسقط إلا بالإبراء، إلا الزوجة قالت إن أنا استلمت قيمة النفقة وأبرأت الزوج من دين النفقة. طيب ازاي بتتقدر القيمة للنفقة؟ قيمتها التقديرية بكام؟ أو ليها حسبة معينة أو نسبة معينة؟ هي سلطة تقديرية للمحكمة، بتبحث بتشوف دخل الزوج حسب قدرته وحسب دخله. لما الزوجة بترفع دعوة مطالبة بنفقة، المحكمة بتطلب مفردات مرتبه إذا كان موظف بيتجاب من الشركة، أو إذا كان أعمال حرة بيتجاب عن طريق التحري من قبل المباحث. وحسب التحري ودخل الزوج المحكمة بتبقى بتقدر هذه النفقة على حسب قدرة التحري الوارد للمحكمة. يعني هو لو أعمال حرة مثلا هم بيقدروها بنسبة تقريبية؟ بنسبة تقريبية وسلطة تقديرية للمحكمة، حسب المحكمة نفسها هي بتقدر قيمة النفقة. تمام. طيب هل يجوز للزوجة إنها بتطالب بنفقة سابقة؟ يعني مثلا عملت القضية الشهر ده، تمام، وفي طبعا نفقة وهو ما بيصرفش بقاله 8 شهور. من حق الزوجة تطالب بالمدة السابقة، بس الدعوة بتحل التحقيق وتثبت ان هو امتنع عن الانفاق. طب بتثبت ازاي؟ عن طريق الشهود. المحكمة بتحيل الدعوة للتحقيق وبتطلب شهود من الزوج والزوجة، والمحكمة بتقدر أقوال الشهود وتوازن بينهم. في حالة ثبوت عدم إنفاقه بتديها المدة السابقة. تمام. طب والموضوع ده بياخد وقت قد إيه في المحاكم؟ هو قانون الأسرة كان عامل لجان فض المنازعات التسوية الودية قبل رفع الدعوة. تمام. فهو بيتقدم بالتسوية، بتقعد 15 يوم، وبعد كده الدعوة لو التسويات الودية بقت بالفشل بترفع الزوجة الدعوة حسب بقى إجراءاتها. ممكن تقعد ما بين شهرين 3 4 حسب ظروف الدعوة. طيب هو هل يجب النفقة على الزوجة قبل الدخول بها؟ يعني مثلا مكتوب الكتاب، فهل وحصل مثلا يعني وهي لسه في بيت والدها، هل يجوز على الزوج ان هو ينفق عليها؟ لا، هو شرط النفقة لابد ان تكون الزوجة سلمت نفسها لزوجها. تمام. وتكون في منزل الزوجية. لازم تكون في منزل الزوجية. ايوه بالظبط. تمام. يعني مثلا فترة الخطوبة دي تعتبر فترة خطوبة برضو، ما زالت فترة خطوبة. لا، ما هو مش ملزم ولا مسؤول. تمام. طيب عايزين نعرف ايه هي نفقة العدة او العدة. نفقة العدة دي بتستحق في حالة وجود الطلاق الغيابي او طلاق عن طريق المحكمة. الزوجة لو تضررت من الزوج ورفعت دعوى طلاق للضرر لاستحكام النفور، في الحالة دي بتستحق نفقة متعة وعدة. تمام. نفقة متعة وعدة. ونفقة المتعة بتقدر أقل تقدير من سنتين ل5 سنوات حسب مدة الزواج، والمحكمة هي اللي بتقدرها. برضو المحكمة. طب هي برضو نفقة العدة بتجوز على الغير مدخول بها؟ لا، هي ما دخلش بها. فهو دي نتيجة للاستمتاع الزوج بالعلاقة الزوجية، وإن تكون في علاقة زوجية قائمة. تمام. لكن هي لم يتم الدخول، ملهاش نفقة حتى لو حصل انفصال أثناء بالزبط. فترة الكتب الكتاب بس. لا، ملهاش نفقة. طيب احنا قلنا شروط استحقاق الزوجة للنفقة: ان تكون في طاعة زوجها وفي منزل الزوجية، وتكون العلاقة الزوجية قائمة. تمام. طيب في نفقة الأولاد. تمام. طيب بالنسبة لنفقة الأولاد، المحكمة بتحكم بنسبة قد إيه برضو للأولاد؟ بص، هو حضرتك هو كل ده بيرجع سلطة التقديرية للمحكمة في تقدير قيمة النفقة وحسب دخل الزوج. تمام. وحسب المستوى الاجتماعي اللي عايشة فيه الزوجة. طب ما هو ممكن الزوج يزور في المستندات؟ لا، ما هو استحالة، لأن دي بتيجي عن طريق مفردات راتبه.
بياخد تصريح من المحكمة وبيبلغه إدارة الجهة اللي هو بيعمل بها شؤون العاملين، فشؤون العاملين بتكتب كل حاجة عن مستحقاته المالية. طيب لو هو ما انفقش عليها وخدوا فتره مثلا ان هم مثلا هيتطلقوا وبعد كده رجعوا تاني، هل النفقه اللي فاتت دي محسوبه عليه ولا خلاص بتسقط بالاتفاق، بمجرد هي لو طلبت بيها هتاخدها. تاخدها؟ لو طلبت، لو رفعت دعوة هتاخدها. اه، لكن طول ما هي ما طلبتش بيها. لا، هو النفقة بتبقى واجبة بحكم المحكمة، مش باتفاق ولا بحكم المحكمة. او اذا كانوا اتفقوا ودي قبل ما يرجع لها انا صرفت قد مبلغ قد كده حسب الاتفاق اللي بينهم. طيب المطلقة بحكم المحكمة بتستحق النفقة؟ بتستحق نفقتها لغاية تاريخ الطلاق. لغاية تاريخ الطلاق. تمام. بعد الطلاق لا تستحق نفقة الا النفقات بقى بتترتب حقوق الاخرى اللي هي نفقة المتعة والعدة والمؤخر. طيب وفي نفقة تانية، نفقة الصغير، ممكن حضرتك تكلمني عنها؟ نفقة الصغير دي نفقة الأولاد. بردك بتحقق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على أولاده. نفس إجراءات نفقة الزوجية ترجع للمحكمة، والمحكمة وتقدر نفقة الأولاد. وبيبقى في إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة بيبقى في نفقة بنوعيها للأولاد. إذا تم الانفصال بيترتب عليها حقوق أخرى، أجر مسكن وأجر حضانة وبدل فرش وغطا، وده كله بردك المحكمة اللي بتقدر التقديرات دي. طب هي ممكن الزوجة تتنازل عن النفقة بتاعتها؟ إذا صدر حكم وتنازلت عن الزوج حقها عادي يعني. لو حصلت مشكلة تاني وحصل برضو ممكن ان هي تطالب بنفقتها القديمة؟ لا، لو هي تنازلت عن المدة السابقة بموجب حكم محكمة وكان في حكم وتنازلت كتابية، تمام، مش هينفع ترجع تاخدها تاني. طيب ولو عملت بعدها بفترة قضية نفقة تاني جديدة لو عملت دعوة جديدة المحكمة هتنظرها برضه. بتنظر؟ بتنظر عشان ده امتناع من الزوج. بتنظرها وتقدر لها نفقة لأن السبب موجود، عدم الإنفاق. تمام. طيب بالنسبة للمطلقة على الإبراء بتستحق تعويض المتعة؟ لا، هي أبرته من كافة حقوقها. ده طلاق على الإبراء خلاص كده. تبري من نفقة المتعة والعدة والمؤخر. يعني كده ملهاش أي مستحقات؟ ملهاش أي مستحقات طالما طلاق على الإبراء. ده باتفاق بين الطرفين وبيروحوا للمأذون وبيثبت الطلاق على الإبراء أمامه، وهي بتبقى موجودة في مجلس العقد الطلاق وبيتقر إن هي بتبري من كافة حقوقه. طيب وبالنسبة في برضو الزوجة الناشز ليها برضو نفقة؟ ليها نفقة وليها نفقة المتعة؟ لا طبعا. الحكم النشوز ده لما يثبت ان الزوج بيعمل لها انذار طاعة ويتحكم بالدخول في الطاعة، اذا الزوجة ما سلمتش نفسها للزوج بتعتبر ناشز فبتسقط النفقة بتاعتها، حتى لو كان ليها نفقة سابقة فهي خارجة عن طاعة الزوج فما تستحقش نفقة. طيب وازاي بنثبت كده؟ طب نفترض هي في البيت موجودة فعلا معاه في البيت. هو بيعمل انذار بالطاعة، هي بتعترض على الانذار والمحكمة بتبحث اسباب الاعتراض بتجيب شهود ان هي موجودة وان هي مسلمة نفسها، خلاص ما بتحكمش بالنشوز. الا بقى لو كانت خارجة عن الطاعة المحكمة بتحكم بالنشوز. تمام. طيب احنا قلنا بتتقدر عن طريق المحكمة هي سلطة تقديرية للمحكمة، تقدير النفقات بكافة انواع وسلطة تقديرية للمحكمة. تمام. طيب عايزين حضرتك برضه تدينا معلومات اكتر عن النفقات. ايه تاني؟ هو في النفقات اللي بتستحقها الزوجة، قلنا نفقة زوجية وفي حالة الطلاق نفقة العدة والمتعة والمؤخر. تمام. وبعد كده بيترتب نفقة الأولاد. لو كانت العلاقة الزوجية قائمة بتاخد نفقة بنوعيها، مأكل وملبس. إذا كانت العلاقة منتهية فمن حقها ترفع أجر مسكن وأجر حضانة. إذا لم يوفر لها مسكن ترفع أجر مسكن وأجر حضانة. إذا وفر لها مسكن ما بتستحقش أجر مسكن. طب لو هو امتنع عن دفع أجر المسكن بيترفع عليه، يا إما في طرق القانون حددها، يا إما عن طريق الحجز عن طريق إدارة تنفيذ في محكمة الأسرة. تمام. أو الحجز على راتبه في الشركة، أو رفع دعوى يا الدفع يا الحبس. طيب لو هو أصلا مش شغال في شركة؟
بيبقى الوضع ازاي؟ في طريق الحجز اللي عن طريق إدارة التنفيذ، اللي هي بتروح تحجز على أي حاجة بيمتلكها، وبعد كده بتنزل، ما التزمش بتنزله جنحة تبديد وبتاخد حقها. في طريق تاني بترفع دعوة يدفع الحبس، والمحكمة في الحالة دي لو ما دفعش بتحكم عليه بالحبس. بس المواضيع دي بتطول متهيألي في المحاكم، بتاخد هي وقت. النفقة بتقعد فترة، لأن النزاعات بتبقى يعني إيه، يعني في المتوسط بتقعد لها حوالي سنة، سنة ونص، على ما الزوجة تقدر تاخد حقوقها، وممكن أقل حسب كل ظروف دعوة ليها ظروفها، وفي دعوة بتنتهي بسرعة. ادينا مثال مثلا. يعني مثلا ممكن لو هي رفعت الدعوة ما طلبتش بمدة سابقة، الدعوة مثلا بتتأجل جلسة والتانية على ما يجي يجيب التحري بتاعه ودخله، والمحكمة بتحكم تبقى جاهزة. وبيبقى حكم النفقة واجب النفاذ، يعني واجب مجرد ما بيصدر بتاخد الزوجة تستلم الصيغة التنفيذية، وليها الحق ترجع عن طريق إدارة التنفيذ، ومن حقها تستأنف الحكم للزيادة. ان هي تزود المبلغ يعني لان هي بتقول ان المبلغ ده قليل ومش بيكفيني، فبتلجأ لمحكمة استئنافية اعلى، والمحكمة بتوازن طلباتها، يا اما ترفع لها النفقة يا اما تأيد الحكم حسب ظروفه. بس ما بتقلش؟ لا ما بتقلش، لو الزوج عمل استئناف وكانت ظروفه صعبة، فمحكمة الاستئناف بيبقى ليها وجهة نظر ممكن تقلل لو الزوج استأنف الحكم. لو استأنفوا، لكن لو ما استأنفوش تاخد لو ما نفس الحكم. لو ما استأنفوش يا المحكمة تأيد الحكم يا تزوده. تمام. طيب ايه معلومات تاني حضرتك؟ هو دي النزاعات اللي بتحصل في محاكم النفقات بسبب امتناع الزوج عن النفقة. بس ما اعتقدش ان مش كل الازواج طبعا بيدفعوا النفقات بكل سهوله وسلاسه. والله حسب بقى طبيعه البشر. يعني في ناس بتلتزم اول ما بيصدر حكم بيلتزم بيبعت لاولاده، وفي ناس ما بتلتزمش، واغلبيه العظمى في ناس كتيره ما بتلتزمش، بيبقى تجمد عليه مبالغ كبيره، ما بيبقاش عنده مقدره يكمل المبلغ، فبيضطر لما ترفع ويبتدي يدفع جزء ويأجل جزء حسب ظروف الشخص اللي قدامه. طيب لو اخذ فتره وتجمد عليه مبلغ، النفقه لا تسقط الا بالابراء او الاداء، يا تبريه تقول ان انا يا ادي النفقه. طيب لو ما ابرتهوش، هل ايه القانون بقى بيصرح له بايه او بيصرح لها ايه تاخد حقها يعني؟ ما احنا قلنا طريق التنفيذ. ما هي ماشي تمام، انا مع حضرتك دلوقتي هي نفذت. تمام. طيب دلوقتي المبلغ المستحق اقل اكتر من المبلغ في طريق بنك ناصر ممكن تودي الحكم لبنك ناصر. طب ازاي بقى بنك ناصر؟ بتاخد بعد ما تاخد الحكم والصيغه التنفيذيه وتخلص الاجراءات، بتسلم في اداره النفقات في بنك ناصر. دي الدوله وفرتها لاصحاب النفقات. تمام. اذا كان موظف، البنك ناصر بيبعت لجهه عمله وبيخصم منه النفقه وبيجيبها وبيديها للزوجه. تمام. اذا ما كانش موظف، الدوله موفره حدود 500 جنيه من يعني حد اقصى 500 جنيه تصرفها، ومن حق الزوجه في الحاله دي تلجأ بالفرق ده للمحكمه، ترفع دعوى حبس على الزوج، يدفع الحبس وتاخد بقيه المبلغ. طب ما هو دلوقتي بنك ناصر هيدفع ال 500 جنيه، وهل بنك ناصر بيعود للزوج على الزوج بدفع المبلغ؟ بيرجع عليه طبعا، بيرجع عليه بالمبالغ اللي بيسددها. بنك ناصر بيعمل جنح على الزوج. طب وايه الاستفاده لبنك ناصر في الموضوع ده؟ ما هو دي الدوله وفرتها عن طريق الاسامي الجواز، لما في مبلغ بيدفع حوالي 50 جنيه او 100 جنيه على قسيمه كل زواج. تمام. فدي بتروح لبنك ناصر لصالح النفقات. الدوله موفراها. طب لو الزوج برضه رجعوا له وما دفعش، هل بيبقى في مثلا طريقه قانونيه ان هو مثلا بيتحبس ولا؟ البنك هو اللي بيرجع وبياخد الاجراءات ضده القانونيه وبيتعمل له قضيه. انا اقصد ممكن الزوج يماطل في الموضوع ده، ادام الموضوع خلاص دخل البنك انا برضه لا، ما هو البنك بيصرف طبيعي، البنك ملزم. ايوه بالظبط. بس البنك ليه اجراءاته عشان يحصل المبالغ دي، بياخد اجراءات قانونيه قبل. يعني دي حاجه بترجع للبنك بقى. يعني بيجمد مبالغ وبيرجع عليه. تمام. يعني البنك ما بيسيبش بردك الحقوق دي تضيع، لان في اسر كتيره مستفاده، فلازم يوفر في توفير، فبيعمل نظام جنحه، بياخد اجراءات قانونيه ضد اللي هو ما بيسددش قيمه النفقه الشهريه. تمام. طيب هو بيسدد على البنك على طول؟ نفترض برضو الزوجه اخذت الراتب الشهري من البنك. تمام. هل الزوج بيسدد للبنك ولا بيسدد للمحكمه؟ لو موظف
موظف. البنك بيختار الشغل بتاعه، دي بتبقى بيحصل سهله، بتبقى بيحصل. سهله ما هو موظف. لكن لو هو مش بيعمل اعمال حره وملوش وظيفه، البنك بيطالبه. يعني هو ممكن يروح يودي كل شهر النفقه دي، حاجه اختياريه ليه، وممكن ما يدفعش حسب بقى ظروفه هو. يعني ممكن ان هو مش عاوز البنك يطالبه ويرجع عليه، بيروح يدفع ال 500 جنيه في البنك. وبيدفع عليها فوائد ولا بيدفع المبلغ بس؟ لا، المبلغ اللي اتخصم منه. المبلغ بس. تمام. تمام. طيب، احنا كده خلصنا كل الاسئله اللي معانا. شوفي اي استفسار بالنسبه للنفقه في اسئله في حضرتك؟ لا، هي النفقه ما احنا قلنا اللي هي النفقه بتستحق في حاله امتناع الزوج عن اداء النفقه الزوجيه او نفقه الصغار. تمام. فبتلجأ للطريق القضائي. طب لو الاولاد مثلا في مدارس خاصه، هل يحق للزوج ان هو يخرجهم من المدارس؟ بصي، هو لو في حاله في حاجه اسمها الولايه العلميه. تمام. دي بتاخدها الام، بتتقدم في حاله وجود نزاع بين الزوج والزوجه، عشان هي الاولاد بتبقوا في حضانتها، فبترفع دعوه اسمها الولايه العلميه او امر على عريضه امام المحكمه، فبتديها الولايه العلميه. طب الولايه العلميه دي لازم بتكون انفصلت فعلي؟ لا، مش شرط. شهاده طلاق؟ لا، مش شرط. مش شرط. المحاكم بتدي الولايه العلميه في حاله وجود نزاع بين الزوج والزوجه، لان هم في حضانتها وهي المسؤوله عنها. هي اللي بتتحرك بيهم. حضانتها لحد سن قد ايه؟ لغايه سن 15 سنه. سواء ولد او بنت. ولو تزوجت؟ لو تزوجت بقى، لو هو الزوج رفع دعوى ضم، بتنتقل الحضانه لام الام. لو ام الام مش موجوده؟ ام الاب. والترتيب بقى الاقرب من النساء بس ما يفضلوش مع الام لو تزوجت. لو تزوجت الحضانه بتنتقل لام الام. تمام. في نهاية حلقتنا بنشكر ضيفنا الأستاذ ناصر زكي، المحامي بالنقض بمحكمة السويس. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وإلى لقاء آخر وحلقة أخرى وبرنامج دردشة في الصميم.